يلا بينا النهاردة نعمل سوا حلقة اسمه حالة تمر. بما ان رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين، وكلنا الفترة الجاية دي متوفر عندنا التمر كتير قوي. يلا بينا نعمل بيه وصفة. الوصفة دي سهلة جدا ولازم تجربوها. اول حاجة نقول بسم الله. انا جبت هنا بسكوت فري وفرمته ناعم جدا بالشكل ده، ونزلت عليه بنص كوباية من الزبدة الدايبة لغاية ما حسيت ان كل البسكوت شرب الزبدة بالشكل ده، لغاية ما بقى معايا زي عجينة رملية كده في ايدي اقدر اشكلها. بعدين سكنت كل البسكوت في القالب بتاعي بالشكل ده بضغطة جامدة زي ما انتوا شايفين كده. تاني خطوة بقى، انا جبت 20 حبة من التمر، طبعا شلت النوى ونقعتهم في مية مغلية. بعدين نزلت عليهم بعلبة من القشطة ورشة من النسكافيه، ضربتهم في الخلاط بالشكل ده لغاية ما اداني القوام الكريمي الحلو قوي ده. هفرده على طبقة البسكوت وهندخله في الفرن يقعد 10 دقايق بالظبط لغاية ما الطبقة دي تتماسك معايا شوية. يلا بينا نعمل الخطوة اللي بعدها. تاني خطوة بقى هنعمل ايه؟ جبت كده جبنة كريمي اي نوع، انا جايباها سايبة عادي جدا، حطيت منها 10 معالق على نص كوباية حليب محلى مكثف، وبعدين نزلت عليها تاني بعلبة من القشطة، ضربتهم كويس جدا لغاية ما بقوا معايا كريمة بالشكل ده. خرجت القالب من الفرن وهبتدي انزل عليه بالكريمة التانية اللي انا لسه عاملاه. هوزعها كويس جدا بالراحة خالص على وش الطاجن كده من فوق. هندخلها الفرن برضو يا دوب تاخد وش كده وتاخد وش احمر كده ونخرجها. خلصت وصفة النهاردة، وصفة سهلة وسريعة مع كوباية قهوة بعد الفطار، تستاهل بقك. جربي الوصفة، ولو عجبتك ما تنسيش تعملي لي لايك وسيف وتشتركي في القناة. يلا بالهنا والشفا مقدما. باي باي.